السلام عليكم حبوباتي. قبل ما نبداو هذا الفيديو، بما ان في ايام مباركه وايام اقسم بها رب العالمين لعظمتها وفضلها وفيها استجابه للدعوات باذن الله السميع العليم، رايحين ندعو كامل مع بعضنا بهذا الدعاء وتردوه انتم معايا، سواء كان ليكم انتم او لاي شخص مازال ما رزقوش ربي بالذريه الصالحه. وان شاء الله تكون هذه ساعه اجابه استجابه، وتكون في هذا يوم مبارك اكيد، وفي هذه الساعة المباركة. هزوا يديكم وندعيو مع بعضنا. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم أرزق الجميع الذرية الصالحة الطيبة. اللهم لهب لهم من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر، أسألك بحق مريم وحق اسمك الأعظم أن ترزق كل من تمنى ولدا وذرية بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي يرزق الجميع هذه النعمة، وربي يفرحكم أي واحد متمني هذه الحاجة وداوى عليها وتعب. إن شاء الله يا ربي في هذه الأيام المباركة يرزق الجميع بالذرية الصالحة. نتمناها لأي واحدة محرومة، ونتمنى تشوف ضناها بين يدها. اليوم راني باش نقول لكم على خبر حملي. الحقيقة كان واحد الشعور ما نحكي لكمش عليه، شعور استثنائي عمري لا جربته. احساس عنده فرحة زي اخر بارابور الفرحة اللي فرحناهم في حياتنا كل، بصح هذا عنده فرحة سبيسيال سيرتو كي يكون العبد طول شوية. يعني انا عندي بريسك عامين وفايت النص، يعني عامين و8 شهر مازلت ما عنديش اولاد. كانت فرحة نتمناها يا ربي لأي وحدة مازال مرزقهاش رب العالمين. من أجمل الأخبار اللي في حياتي، صح هذا هو الخبر، أني حامل وراح نولي أم بإذن الله السميع العليم. نولي ماما، نحسو فيا، نتهلا فيه، نوجد له. عندي ياسر نحلم نولي أم، وفرحة ما عنديش طريقة نوصفها لكم. ومع الأسف على قد ما فرحت على قد ما تصدمت في الأخير. مع الأسف هذه الفرحة ما تمتش. مازلني منبا يعني مازلني في هذاك الوقت تاع الفرحة، وصلت معايا كارثة خلتني نفقد هذا الجنين مع الأسف. ولكن الحمد لله على وش عطانا ربي، نحمدوه ونشكروه. هذا أمر ربي العالمين، ما نقدروش نعترضوا عليه، لا اعتراض على أمر ربي العالمين. الحمد لله على كل حال. حبيتها تكون كاملة هذه الفرحة ونعملوا الفيديو نحنا كلنا فرحانين. أنا مريت بواحد المرحلة صعيبة ياسر ياسر ياسر، خلتني في تأنيب ضمير كبير، على أساس أنه شغل نفسيتي تعبت، ونقول باللي أنا هي السبب، أني كنت السبب أني طيحته بعد هذيك الحرب اللي داخل هذيك اللي فيا. أناني على بالي بها أمر رب العالمين، ما عندي حتى اعتراض، ولكن أكيد العبد لازم يمر بمرحلة نفسية صعيبة ياسر ياسر ياسر. والحمد لله درك تجاوزت هذيك المرحلة. كانت صعيبة عليا، مش راح نحكي لكم على جال سبب تافه جدا، وعلى جال سبب أنا شو نقول لكم بين قوسين الأطباء في هولندا بالنسبة لي أنا صفر، لأنه تجربتي معاهم دائما فاشلة، دائما ما نلقاش علاج يعني اللي نسحقه. هنا في هولندا هما ما يحبوش يعطوا أصلا العلاج،
وانا اكثر زادت كملت علي هذه التجربة الأخيرة تاع الحمل، أني كنت مريضة شوية في يوم من الأيام. كنت مريضة مازلني في الشهر الأول، عندي ألم وعلى أساس وهبط علي هكا شوية دم، وعلى أساس رحت للمستشفى باش نشوف، لأنه كان موعد الطبيبة تاعي مازال بعيد، على أساس باش يعطوني دواء، لأني ما عنديش فكرة على الحمل ياسر. دونك عن بالي وش يديروا في البلاد وكلشي، رحت على أساس وش يديروا عنا نحنا، انهم يديروا دواء للمرأة باش ما تسقطش، ولا ليك تعرفوا أول مرة واحد خايف وكل شيء. ومع الاسف رحت عملوا لي تحاليل، عملوا لي كل شيء، قالوا لي كل شيء تمام وصحتك بخير وصافا. وبعثوني لطبيبه ما عمليش، هي صغيره في السن، اكيد هي تكون ستاجير قابله، ما هيش طبيبه اصلا. وعملت لي كارثه، انها عملت لي وش يعملوا للمراه كي تجي رايحه تولد، وعملت لي راديو التراساوند. وهو من المفروض انه مراه حامل في الشهر الاول ممنوع لها الالتراساوند، وممنوع لها اللمس باليد، ممنوع لها كل شيء، وهي كان الجاهل سابقها عملتهم لي كلها، وانا ما كنتش راح نسقط، كانت حالتي طبيعية عادية خلاص. اي مراه حامل تمر بهذه الفترة، وهي كانت السبب الكبير اللي طيحاته الجنين، طيحاته فما، وانا فم حكمني الالم تاع الاجهاض، الالم فظيع، مع اني رحت من غير الم بسيط خلاص. وبدت مرحلة الاجهاض، الم فظيع، نزيف كبير. ورحت غدوة للمستشفى لاني ما عدتش قادرة نصبر الم لا يرثى له. لقيت روحي سقطت، عملوا لي تنظيف وكل شيء، وعملوا لي تحليل تاع الحمل باش يشوفوا اسك قداه الهرمون تاع الحمل مازال، من كان طالع خلاص بين 24 ساعة عمل شيت وهبط خلاص. وخلاص قالوا لي، كلمني دكتور اخر في التليفون، ماشي طبيبتي مازال ما عبالها بوالو، لانه واتتني كانت الويكند وما قدرتش نروح لها. كلمني طبيب آخر من المستشفى، من المستشفى تاع الاستعجالي هذا، وقال لي ميسكرج، ميسكرام بالهولندية. آه بكيت، تأزمت، دخلت في ديبرسيون، كنت ما نرقدش خلاص، ولا عندي الأرق. يعني وش نحكي لكم، احساس صعيب ياسر. فرحه، مازلت فرحانه باها، وليت نروح نشوف القش تاع لي بيبي، وليت ماشي نوجد بصح بديت نفرح، بديت نتامل، بدا عندي الامل يكبر. وبين ليله وضحاها ومن غير سبب راح الجنين، راح كل شيء، راح الحلم. ولكن الامل في رب العالمين، هو اللي يعوض، ربي سبحانه ولي على باله وش يدير. هو الامر نحنا نشوفوه شر، ولكن بالنسبه لي هو فيه خير كثير اللي نحنا ما على بالناش به. اكيد فيه خير لينا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. بركة ان شاء الله ربي يزيد يرزقنا تاع الحمل تاعي. حبيت نفرح به، مع الاسف كل واحده لازم تحب باش يكمل آه، الاحساس تاعها وكل شيء وتشوفه بين يداها. ولكن الحمد لله، لا اعتراض على امر رب العالمين. دوكا وصلت لنهايه الفيديو، دوكا نخليكم تهلاو في رواحكم ياسر، وخلوا لي كومنتير تاعكم، والله نفرح ياسر 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 كي نقرا تعليقاتكم. خلوا لي دعواتكم دعواتكم دعواتكم، ونحبكم ياسر ياسر ياسر.
وبارتاجوا لا فيديو، بارتاجوا لاشين مع صديقاتكم باش تكبر عائلتنا، واعملوا اشتراك اذا اول مره تشوفي فيديو على القناه، وما تنسوش تعملوا جيم. ونتلاقاو في فيديو اخر. راني موجده لكم بروجرام يهبل 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 به نروحوا زامن كما يقولوا الهولنديين للجزائر، ونعملوا فيها ايام جميله، نشارك معكم كل شيء، ونشارك معكم عرس تبسي 100% من الاول للاخر. راح نشارك معكم كل التفاصيل، لي توني لي كوافير كل شيء نشاركه معكم. دونك استناو الجديد، وفعلوا لا كلوش باش يلحقكم لي فيديو ما يروحوش عليكم منا ولا منا. ودرك نخليكم باي باي، تهلاو في رواحكم، عواشركم مبروكه، كثروا من الطاعات، كثروا من ذكر رب العالمين، فاذكروني اذكركم. تهلاو في رواحكم، باي باي، نحبكم ياسر ياسر ياسر.